لكن ورغم كل المعاناة فنحن قد نتغاضى عن الوسائل والآليات للوصول إلى الهدف المشترك، كما أننا وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية نعتبر أن الواجب يحتم علينا دعم الحكومة التي نثق برئيسها ووزرائها ونثق بنواياها وكفاءاتها، غير أن على الحكومة ألا تكتفي بهذه الثقة التي ستنالها اليوم بإذن الله، لأن الثقة الحقيقية عليها أن تنتزعها من الناس وبالإنجاز السريع، وأن تثبت لنا ولكل اللبنانيين أن خططها الهادئة والهادفة والعقلانية هذه لا تضع الإصبع على الجرح فقط، ولكنها كفيلة بمعالجة هذا الجرح. من هنا فإننا لن نخوض في تفصيلات الخطط التي يطرحها البيان الوزاري، ولكن وبلا تردد نقول للحكومة حذاري ثم حذاري من تشريع الإفلات من العقاب ومن تمييع حق اللبنانيين بالمحاسبة. دولة الرئيس من أعاجيب السياسة اللبنانية التي اعتدنا عليها هذا التمادي في رشق الحكومة بتهمة المحاصصة، ونقول لكل الذين يتشدقون بهذه الاتهامات أن بيوتهم من زجاج، بل أكثر نقول لهم إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. هذه الحكومة في الأدبيات الديمقراطية اسمها حكومة ائتلافية، ولا هي ولا أحد ينكر بأنها اتبعت في سياق تأليفها المسار الطبيعي الذي يتيح لها الحصول على ثقة الأكثرية البرلمانية، أي أن رئيسها تواصل ونسق مع الكتل النيابية التي تؤمن لحكومته نيل هذه الثقة دون أن يتنازل عن شروطه وعن رؤيته وعن صلاحياته في كيفية اختيار الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية. نريد أخيراً أن نتوجه إلى الحكومة ببعض الملاحظات السريعة من باب النصح والتحفظ والثناء. أولاً، يحسب للحكومة أنها اعتبرت المعالجات المتعلقة بالأوضاع المالية والنقدية أولوية ملحة عبر إجراءات صريعة تضمنها البيان الوزاري تتعلق بتخفيض الفوائد على الودائع والقروض وإعادة رسملة المصارف وزيادة الضمانات على الودائع إلى آخره. يبقى أن نصدق الحكومة القول بأن اللبنانيين ينتظرون منها تطمينات بالفعل لا بالقول بأن مدخراتهم لن تمس، وبأن القطاع المصرفي لن يستمر بهذه المهزلة من التسيب، وبأن أي إجراءات سيتم اتخاذها لن تكون على حساب محدودي الدخل وأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، أي الغالبية العظمى من اللبنانيين. وهنا نسأل دولة الرئيس أسئلة الناس فيما يتصل بتسديد مستحقات اليوروبونز. ما هي رؤية الحكومة وماذا تنوي فعله لحماية أموال المودعين والحفاظ في الوقت نفسه على تصنيف لبنان الائتماني؟ وسؤال آخر حول إعادة هيكلة الدين العام، هل ستحصل؟ وإذا حصلت هل ستشمل صغار المودعين؟ ثانياً، تشكر الحكومة أيضاً على الرؤية الاقتصادية السوية التي تطمح إلى انتهاجها عبر إيجاد مسار اقتصادي عملي للانتقال من الاقتصاد الريعي المدمر إلى اقتصاد إنتاجي يعيد الاعتبار إلى قطاعات منتجة جرى تهميشها على مدى 30 سنة. وهنا نعيد التأكيد على أهمية دعم الصناعة والزراعة والسياحة واقتصاد المعرفة. ثالثاً، كما يحسب للحكومة أيضاً الإجراء الذي تضمنه بيانها الوزاري حول تطبيق القانون 431 الذي ينظم قطاع الاتصالات بشفافية، ونأمل أن تنسحب هذه الرؤية على قطاع الطاقة والكهرباء، وأيضاً أن ينطبق القانون الذي يرعى هذا القطاع بشفافية مطلقة. رابعاً، لا شك بأن الحكومة مدركة بأن المدخل الطبيعي لإقرار إصلاحات جدية هو إطلاق ورشة تشريع لإقرار كل القوانين اللازمة للمسار الإصلاحي، وفي مقدمها فيما يتعلق باستقلالية القضاء. خامساً،
لقد استوقفتنا الطريقة التي تحدث بها البيان الوزاري عن تحفيز